هقول لكم طريقتين تعرفوا تقطعوا بيها الاناناس في البيت، الاتنين اسهل من بعض ومش محتاجه ادوات كتير. حاولوا تختاروا الاناناس حجمه مش كبير قوي ولا صغير قوي، حجمه متوسط. كل الادوات اللي محتاجينها حاجه نقطع عليها وسكينه. وممكن لما تشتروا الاناناس تلاقوا طريقه التقطيع مكتوبه عليه. هوريكم الطريقه دي وهوريكم طريقه تانية سهله برضو. اول خطوه هننيم الاناناس على الجنب وهنقطع الكراون بتاع الاناناس، وممكن تحتفظوا بيها لو هتعملوا طبق فاكهه كبير تزينوه بيها. اهم حاجه تستخدموا سكينه حاميه كويسه وتخلوا بالكم من ايديكم. تاني قطع هنشيل الحته اللي من تحت بنفس الطريقه اللي شلنا بيها الراس، والحتت دي مش بيكون فيها فاكهه كتير فبتكون خشنه شويه او مره. وبعدين هنقسم الاناناس نفسها نصين، وهوريكم في كل نص طريقه تقطيع. بعد ما بتقسموها بتلاقوا كور كده في النص، ده مش محتاجينه لان ساعات بيكون ناشف شويه فبنشيله. ودي الطريقه الاولانيه، هنشيل الكور الاول وحاولوا ما تشيلوش حته كبيره قوي علشان ما تهدروش من الاناناس نفسه. وبعدها بنقلب الاناناس وبنعمل قطع بالعرض بنفس الخطوط اللي ماشي فيها الاناناس، يعني هو بيكون عباره عن مربعات فبنقطع زي الرسم بالظبط. والطريقه دي تقريبا شبه طريقه تقطيع البطيخ. وبعد ما نقطعها بالطول نقلبها الناحيه التانية ونمشي برضو على نفس الرسم. حاولوا تخلوا بالكم كويس قوي لان الاناناس ساعات بيزحلق منكم. وبعد ما تخلصوا تقطيع هتلاقوا ان الاناناس بيطلع معاكم زي ستيكس كده، ودي ممكن تقدموها بقشرها زي البطيخ كده بالظبط، او ممكن تحطوا فيها عصايه خشب وتقدموها للاطفال زي الايس كريم، هتعجبهم قوي. وممكن كمان الاطراف تطلع معاكم شبه المثلثات، بتكون لذيذه برضو شكلها حلو في التقديم. ولو انتوا بقى مش عايزين القشر خالص هقول لكم على الطريقه التانية للتقديم، هنشيل منها القشر علشان تكون سهله في الاكل. هنا بقى انا ما شلتش الكور اللي في النص لاني هقسمها نصين. بعد ما اقسمها نصين هشيل الكور في كل حته، هيكون حتى صغيره قوي وهيبان ان لونه افتح من باقي الاناناس. وعلى فكره انا شفت طريقه تقطيع اناناس مش بيشيلوا فيها الكور، بس لو كان ناشف قوي شويه او عندكم اطفال مش هيقدر ان هم ياكلوه ممكن تشيلوه. وبعد ما نشيله هنبقى محتاجين اننا نقطعه قطع صغيره، بس الاول محتاجين نشيل القشر من عليه علشان ناخد الجزء اللي بيتاكل في الاناناس، وده بيكون الجزء الاساسي. وبعد كده ممكن نقطعه القطع اللي احنا عايزينها بالاشكال اللي احنا عايزينها. والطريقه دي يمكن احسن من الطريقه الاولى لو هتقدموا الاناناس للضيوف، او لو بتقدموها لاطفال صغيرين ومش بيقدروا يفصلوا الجزء الاخضر عن الاناناس نفسه. حاجه كمان، حاولوا لما تجيبوا اناناس تقطعوها على طول او في اليوم اللي بعده علشان ما تستويش زياده عن اللزوم وتبوظ منكم.